ظهر في حياتي وانا حياتي اتدمرت، مش بنام منه ولا عارفه اكل ولا سايبني في حالي، مصدعني على طول، وحتى كل شويه ضرب في دماغي. انا هاجي لحضرتك عشان انا عايزه اخلعه. هو تقريبا النمر غلط، انا دكتوره مش محاميه، انا ما اقدرش اعمل لك حاجه مع جوزك. جوزي ايه يا دكتوره؟ انا بكلمك عن ضرس العقل. ضرس العقل، طب زوريني وانا هتصرف. بمناسبة ضرس العقل، خلينا نتكلم شوية عن ضرس العقل ونعرف ايه مشاكله وايه اللي بتخلي البيشنت دايما شايل همه. ضرس العقل ده ليه كذا نوع، في نوع منه اسمه completely impacted. الكومبليتلي امباكتد ده هو الضرس اللي مدفون كليا، ودوت بيبقى طبعا ليه مشاكل بتخلي دايما البيشنت بيجي يشتكي منه. زي ايه؟ زي ان هو بيعمل زي كيس حواليه، الكيس ده بيبدا يضر السنان المجاوره ليه اللي جنبه، بيبدا يتاكل الجذور فيها، بيبدا البيشنت يحس بمشكله. طيب الحل ساعتها بيكون ايه؟ الحل ساعتها بيكون ان احنا بنشيله بالجراحه. طيب النوع الثاني منه اللي هو البارشلي امباكتد، او الجزء اللي هو المدفون، الضرس المدفون جزئيا. الضرس المدفون جزئيا دوت بيبقى طالع منه جزء صغير في الفك والباقي لسه موجود جوه زي ما هو في العظم. طب ده ايه المشكله منه، او ليه هو اصلا ما طلعش كامل؟ هو ما طلعش كامل بسبب ان ممكن يكون الفك صغير، او بسبب ان هو ممكن ما يكونش ليه مساحه كافيه ان هو يطلع فيها. طيب واضراره ايه؟ اضراره ان هو بيأذي الضرس اللي جنبه، واضرار تانية ان هو بيعمل حاجه اسمها باريكرونايتس. ايه هي الباريكرونايتس؟ ان هو بيبدا يحوش الاكل ما بينه وما بين اللثه، وده بيبدا ان هو يزود مشكله ويعمل التهابات، ساعات بيوصل لتورم ويبقى العيان مش قادر ان هو يفتح ولا يقفل. طيب في حاجه تانية اللي هو التلتد ده اللي هو طلع بس ما طلعش مستقيم، بيطلع معوج شويه، فبيبدا يحشر الاكل بينه وما بين اللي جنبه. ده مشكلته انه بيعمل باكتس، والباكتس دي بتخلي العيان برده بيتضرر، ساعات بيوصل لنزيف، ساعات بيوصل ان البيشنت ده برده بيتورم او بيبقى مش قادر يفتح ويقفل. طيب وفي كمان كومبليتلي ديكيد، او اللي هو بيبقى مسوس او متكسر خالص، وبيبقى ده برده حله ان هو الخلع. كده انت عرفت اللي انت محتاج تعرفه عن ضرس العقل، ولو محتاج تعرف اكتر كل ده موجود في عيادات هيلثي كير التخصصيه، تيجي وتزورنا. كنت معاكم دكتوره اشرقت محمد عايد، اخصائي جراحه الفم والاسنان بعيادات هيلثي كير التخصصيه.